قررت أبدأ يومي أني أسولف معاكم بشي مهم ويفيدكم وأقول لكم قصة معبرة. كلنا نعرف أن الإنسان من غير الشهادة لازم حتى لو كنتم. الحين راح أقول لكم قصة كفاح الإنسان اللي ما كمل دراسته وتعب وتعذب بحياته، عاش بحالة انه هو قاعد يتأزم انه هو ما قدر يكمل، بس ربعه كلهم جامعيين وشهادات ووظايف ومعاشات عالية وحالته حالة. هو الحين ما قدر يكمل، شي سوى؟ يقعد بالبيت كذي، ووظايف ومعاشات عالية وحالته حالة. هو الحين ما قدر يكمل، شي سوى؟ يقعد بالبيت كذي. القصة أنا سميتها قصة كفاح بسلطان ما قدر يكمل دراسته. كل ما يطلع مع ربعه يقولوا له راح يسولف، يقولوا راح أنت أصلا ما عندك شهادة، أنت أصلا مو مكمل، إحنا أصلا عندنا أنت ما عندك. هل بسلطان حاشا إحباط واكتئاب وتعب نفسيا وقعد في البيت وتأذى؟ بالعكس، بسلطان إنسان ذكي رغم إنه ما كمل دراسته، خلى كلامهم يصعده للقمة. أول شي فتح محل صغير براس مال صغير، اللي هو محل يبيع فيديوهات، اللي هو الDVDات. وفشل فيه لأنه مو هذي طموحه، في شي أكبر في باله. قام راح فتح صالون رجالي وهم فشل فيه. راح قدم على البترول، قطاع خاص يشتغل 12 ساعة باليوم بالبر ويحفر ويتعب، ومسؤولة يآمر عليه ويعامله معاملة خايسة. فحز بخاطره وطلع من البترول وراح فكر بشي ثاني. مع الوقت التقى في مجموعة من الطلاب، قاعد يسولف معاهم عن حالته وش أسوي ما أسوي. كان يقولوا له ليش أنت غير كذي؟ بأوروبا يروح يفتر يشوف شنو المنتجات الزينة والمفيدة مو موجودة بالكويت، وكان يدخلها عندنا بالكويت. أول شي فكر فيه إنه هو يبدأ يساعد الطلبة المبتعثين، يسوي خطط علاجية حق أوروبا زائد عقار. فمع عيشته بأوروبا شاف الأراضي، شاف الطبيعة، شاف الأجواء، شاف الوناسة والراحة. فقرر إنه هو يشتري عقار بأوروبا وباعه، ورد شره وباعه بالدبل. غير كذي بأوروبا يروح يفتر يشوف شنو المنتجات الزينة والمفيدة مو موجودة بالكويت، وكان يدخلها عندنا بالكويت. وصارت شغلة بسلطان إنه هو يشتري عقار ويبيعه بالدبل، يشتري عقار ويبيعه بالدبل. الحين بسلطان يملك 9 شركات عالمية للعقار وطيارة خاصة. الحين بسلطان يملك 9 شركات عالمية للعقار وطيارة خاصة. بسلطان صار إنسان عالمي معروف، عنده شركات عالمية في كل مكان، يملك أراضي في أوروبا، وعنده شركة عقارات ومكاتب في كل مكان في العالم حق بسلطان. كلام ربعه وكلام الخنافس ما حبطه وخلاه يقعد ويبكي ويحطيد على خده ويفكر شلون. بالعكس، فكر واشتغل علشان يكون نفسه ويكسر عين الكل ويصير عنده أملاك وفلوس وايد ويعيش أحلى حياة. اللي أنا استفدته من قصة بسلطان إن الربع اللي يوصلونك للقمة مو اللي ينزلونك بالأرض. واستفدت إن الإنسان مهما تكون شهادته عالية، بس من غير منطق ولا تفكير ما يسوى شيء. يعني انتو يا ربع يا الجامعيين، ايش فايدة شهاداتكم اذا انتو اسلوبكم بالتعامل مع صديقكم كذي؟ مفروض تشجعونه يوصل، مو تحطون.
يعني انتو يا ربعي الجامعيين ايش فايدة شهاداتكم اذا انتو اسلوبكم بالتعامل مع صديقكم كذي؟ مفروض تشجعونه يوصل مو تحطونه. وتعلمت بعد ان اذا فشلت بشي ما اقعد واحط ايدي على خدي، لا، اتعب واسعى 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 حق اللي انا ابيه. وتعلمت ان اي كلمة تضايقني احطها مثل اوراق فوق بعض اصعد فيهم للقمة. بحط لكم سناب بسلطان وأبيكم تشوفون الأراضي السنعة اللي عنده. شوفوا أوروبا طبيعتها والعقارات اللي هو يملكها بالمناطق اللي تفتح النفس.